إنا على مر الزمن مر الزمن 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 نسخو لعزك بالدماء نسخو لعزك بالدماء نسخو لعزك بالدماء نسخو لعزك بالدماء لبيك إن جموعنا تبني لمجدك السلما. المغاربة يرسمون صورا ملحمية جديدة للتأكيد بأن روح المسيرة الخضراء على الدوام في قلوب كل المغاربة من طنجة إلى البويرة. وعلى غرار باقي المحطات التاريخية الحاسمة، المغاربة اليوم هي ملامح الشخصية الوطنية المغربية بتاريخها النضالي العريق الذي ساهم في تأصيل الروح الوطنية وتجذرها. صور حية من مختلف نقط تجمع المغاربة للوصول إلى مدينة كبير بحجم حب المغاربة لوطنهم. الحناجر تصدح من جديد، أصوات أبناء شعب عريق مجند دائما للذود عن كرامة المغرب. مغاربة يجددون الموقف الثابت والإجماع الوطني غير القابل للتفق حول الوحدة الترابية للمملكة. كل المغاربة كما تظهر الصور يشجبون بأشد عبارات التنديد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، تصريحات تعمدت استفزاز مشاعر الشعب المغربي وشكلت انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة. حابة نشارك نعبر عن أي شيء يمس المغرب. إذن معنا الأمين العام للجالية السورية بالمغرب، أمين السيد غسان هاني، نعم، الذي يعبر أبو صالح الذي يعبر عن تضامنه مع المغاربة كعربي وكأحد الذين يساندون المغرب في قضية الوحدة الترابية. ماذا عن هذا اليوم؟ ما هي المشاعر؟ هذه قضيتنا مثل ما هي قضيتكم. نعم، نحن نعتبر أنفسنا مغاربة. بان كيمون الذي تتحكم به الجزائر والبوليزاريو ويتكلم مثل ما يريدون وينسى المحتجزين في المخيمات تندوف، بل وينسى من يموت في البحر من السوريين اللاجئين وعلى الحدود في أوروبا وتحت القصف للنظام السوري ولروسيا ولإيران ولكل من جمعه من مرتزقة ولداعش. ولذلك نحن كمقيمين في المغرب وكنسيج مشارك وفعال في النسيج المغربي نعتبر ما قاله بان كيمون هو إهانة لنا وللشعب المغربي. لم يستطع بان كيمون خلال مدة رئاسته للأمم المتحدة أن يقوم بأي إجراء مفيد. أي إجراء مفيد لم يقم به، بل على العكس يعطي التصريحات المسيئة. لماذا؟ لأنه يوجه بالريموت كنترول، يوجه من الجزائر ومن البوليزاريو ومن كل أعداء الشعوب والحرية والديمقراطية. نحن مع المغرب والصحراء مغربية تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس. نحن موجودين في المغرب لولا عطفه وكرمه. هذه بلدنا، لم تبقى لنا بلد، هذه بلدنا. فنحن مقيمين، عواطفنا ومشاعرنا كمشاعر الأخوة المغاربة، نشاركهم
مثل ما يشاركوننا. شكرا أبو صالح ومرحبا بك في بلدك الثاني المغرب، وشكرا جزيلا على